فاجأ الناخب الوطني مجيد بوكرة الجماهير الجزائرية بالإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب الوطني للمحليين المشاركة في بطولة كأس العرب قطر 2025 في خطوة أحدثت ضجة كبيرة بين الأنصار، خاصة بعد ضم أسماء وازنة تجمع بين الخبرة والجاهزية. وجاء الكشف عن هذه القائمة ليشعل الحماس ويعيد الأضواء إلى المحليين قبل موعد المنافسة العربية المنتظرة بقوة. شاهد معنا القائمة والأسماء البارزة بالإضافة إلى المفاجآت. قبل أن نبدأ بعرض هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا. كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوكرة اليوم الأحد القائمة الرسمية للاعبين الذين وقع عليهم اختياره للمشاركة في بطولة كأس العرب سنة 2025. وضمت القائمة أسماء 23 لاعبا جاهزين لرفع التحدي، وقد ركز بوكرة على اختيار اللاعبين الأكثر جاهزية بدنيا إلى جانب إضافة بعض الأسماء التي تعتبر من ركائز الخبرة. ويأتي على رأس هذه الأسماء كل من بن زية، سعيود، وإسلام سليماني، وآدم وناس، الذين يشكلون ثقلا كبيرا داخل أي مجموعة. ويسعى هؤلاء اللاعبون لتقديم الإضافة الحقيقية فوق الميدان واستعادة بريق المنتخب المحلي. وجاءت القائمة على النحو الآتي: حراس المرمى: فريد شعال، ريان يسلي، محمد حداد. المدافعون: هواري باووش، نوفل خاسف، محمد عزي، عبد القادر بدران، أيوب غزالة، أشرف عبادة، رضا بن شعة، محمد حلايمية. وسط الميدان: سفيان بن دبكة، فيكتور لكحل، حسام مرزيق، زكريا دراوي. الهجوم: عادل بولبينة، ياسين بن زية، أمير سعيود، ياسين براهيمي، إسلام سليماني، رفيق غيتان، رضوان بركان، آدم وناس. ويدخل المدرب مجيد بوكرة رفقة أشباله منافسات كأس العرب المقبلة بهدف واضح ومعلن: الدفاع عن اللقب والتتويج من جديد. ويؤمن بوكرة بأن المنتخب يمتلك كل المقومات لتحقيق مشاركة ناجحة، سواء من حيث الجودة الفردية أو الانضباط الجماعي. كما يسعى المنتخب للاستفادة من الخبرة التي اكتسبها في النسخ الماضية من المنافسة العربية. وتأتي هذه المشاركة لتكون اختبارا حقيقيا قبل المحطات الكبرى المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس العرب سنة 2025 تجرى بدولة قطر انطلاقا من الفاتح من شهر ديسمبر المقبل، وستتواصل فعاليات البطولة إلى غاية اليوم 18 من الشهر نفسه في دورة تعد من بين الأقوى في تاريخ المنافسة. وتنتظر الجماهير الجزائرية بشغف ظهور المنتخب المحلي بأفضل حلة، خصوصا مع التركيبة البشرية الجديدة. وتعد هذه النسخة فرصة ذهبية للمنتخب من أجل تأكيد سيطرته على الكرة العربية. في الختام، ما رأيكم في القائمة وحظوظ المنتخب الوطني للمحليين في الدفاع عن لقبه؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.